يلا بينا انبوكس حاجات لنظافة البيت وهتفرق في كواليتي نظافة جدا، وحاجات تانية ليها علاقة بالسكين كير وكده. اول حاجة انا عايزة اكلمكم عن بسنت. بداية مع معرفتي ببسنت اصلا السبراي بتاع المكوى. السبراي ده اللي هو بترشوه على اي تي شيرت، على اي بنطلون، على اي حاجه، وبتنطروه كده خلاص هو بيتكوي خلاص، فانت مش بتحتاجي مكوى. فده صديق السفر وصديق كل حاجه. بتوع البيكمن ده انا بجيبه من مصر. لا، اللي هي بعتهولي هو حرفيا بيشيل بقع من السجاد والانتريه، والله العظيم في 3 ثواني بعمل كده. بيشيل بقع فظيعه في وقت قصير جدا، قوي جدا، وشويه صغيرين قد كده منهم بيشيلوا بقع. بما انه سليمان ابني يعني ما فيش انواع بقع مش هتلاقيها في الهدوم. فده تيشيرت ابيض، انا يعني غسلته كتير جدا بس البقعتين دول زيت مش راضيين يطلعوا. اوكي، وده تيشيرت تاني بتاع بيجاما، ففي هنا حبر. المفروض ان هي بعتلي دول الاثنين دول من دكتور بيكمن. واحد فيهم بيشيل الزيوت والشحم والحاجات دي كلها، والتاني بيشيل البقع بتاعه الالوان والحبر. فانا دلوقتي هجرب الاثنين، هحط هنا وهحط هنا وهغسلهم وهرجع اقول لكم ايه اللي حصل فيهم. بس تعالوا نحطهم كده مع بعض. المفروض ان انا بحطه وبعدين بدعكه بفرشه شويه، بسيبه شويه ادعكه ببرش. ادي كده اول واحد اهو، ماشي. وادي التاني هحط عليه بتاع الزيت. ادي كده برضو بقعه الزيت اهي زي ما انتم شايفينها تاني، ونشوف هيحصل فيهم ايه. هرجع لكم تاني بيهم، اسيبهم بس شويه وارجع لكم تاني بيهم كمان شويه. كمان في صابونه. البراند ده طبعا الماني معروف جدا. هي بعتالي الفوت كريم والهاند كريم ونسبه اليوريا هنا 10%. فخليني اجربهم واقول لكم نتيجتهم عامله ايه. سان سكرين للبشره الحساسه للاطفال. المفروض ان هو كمان فيه ووتر ريزيستنس، بيحمي الاطفال، ما فيهوش اي عطور، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. خلوني برضو اجربه واشوف الووتر ريزيستنس بتاعه عامل ازاي، وهرجع اقول لكم رايي فيه تاني. ده حليب الشعر بجوز الهند. المفروض ان هو مش بيلزق وبيعالج الهيشان وبيسلك الشعر بسهوله جدا. فاللي عنده بنات هيبقى عارف مشكله تسليك الشعر دي، وبيحافظ على اللمعان. ريحته حلوه جدا، ريحته تحفه، ريحته حلوه قوي. المعروفه تمام كلنا عارفينها، اللي هي بتعمل السليك بان والحاجات دي. الشيبنج دي انا جربتها اوريدي، اخدت واحده وجربتها. خطيره جدا جدا. عملت بيها وشي كده من هنا تحفه، مش بتعور خالص، تحفه. ده مالتي فيتامينز للاطفال جامز. فالمفروض فيه كل الفيتامينز اللي جسمهم محتاجه، بيكفي شهرين. بس انت يا جماعه اسعارها حلوه جدا وغير اي حد بره.